السلام عليكم يا شباب. طبعا كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم جميعا. مبدئيا كده والفتره دي مفيش حاجه جديده في دول لينكس، فقررت الفتره الجايه يعني على قد ما اقدر هنزل لكم عن مجموعات قديمه او مهارات مثلا اتعدلت او مجموعات مدموجه مع بعض. بالنسبه بقى لمقطع النهارده عن مجموعه الدراجونز، طبعا من فتره قلت لكم عايز انزل لكم عن المجموعه دي مع التاكيون، وبالفعل الفتره دي لقيت المجموعه منتشره الى حد ما. فعموما عشان ما اطولش عليك كتير خلينا على طول اوريك المجموعه. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه، او ممكن تقول عليه الشكل النهائي لان مش ده الشكل اللي لعبت بيه في اغلب المبارزات. في البدايه كنت بلعب بشكل صغير، كنت مصغر المجموعه جدا، يعني كنت شايل اوراق ووحوش كتير من المجموعه بصراحه. يعني نقدر نقول ان انا تقريبا كنت بلعب كده 24 ورقه او اقل. يعني في مبارزات كمان ما كنتش بلعب لافينير على اساس يعني سحبي يبقى كويس واقدر افعل المهاره. على فكره المجموعه دي تعتبر وان كارد كومبو، او مش وان كارد كومبو، هو بمجرد ما هتفعل المهاره خلاص انت عملت فول كومبو للمجموعه. يعني لو طلع لك مثلا نسخه من الوحش ده او نسخه من الوحش ده فخلاص انت كده كده هتعمل فول بورد. بس بصراحه المبارزات اللي جربت فيها الشكل ده يعني حسيت انه افضل، خصوصا لما بتبتدي تاني، اللي هو بيديك خيارات كتير، حتى لو خصمك قدر يوقف لك الكومبو فهتقدر تكمله عادي. طيب دلوقتي بقى خلينا على طول نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب المبارزه الاولى بلعب ضد البراندد. يعني عايز انزل لكم عن البراندد بعد قائمه البان، بس مش بنفس المهاره دي ولا حتى مهاره البراندد الثانيه. هحاول انزل لكم زي ما قلت لكم المجموعه بمجرد ما هتفعل المهاره خلاص انت عملت فول كومبو. انا بقيه الاوراق بتبقى تكميليه في ايدك كده. اوكي فعلت المهاره الجزء الاول والجزء الثاني. بس انت الملعب ده بتحتاجه في ايه بقى؟ هتعمل اكسيز 4، مش محتاج اي ورق تاني في ايدك عموما. يعني ضفت الجالاكسي ايس تاكيون، طبعا استدعيته وضفت الكاونتر تراب. بعد كده استدعيت الوحش من المقبره، هحول ليفلات وحوش ل 8 اكسيس 8. هعمل سيرش على وحش الجالاكسي ايز، هقدر استدعيه بحيث اجيب اللورد. بعد كده طبعا بقدره وحشي اقدر اجيب وحش التايتانيك. اوكي نورمال سامن بقى، لان اقدر اعمل نورمال سامن اضافي واجيب الهيراتيك وثلاث اوراق خلفيه. يعني اعتقد بدايه قويه جدا، ويبقى عندك سحب اسطوري في المجموعه بالورقه اللي بتضيفها لك المهاره. حتى لو مش ساحب اوراق خلفيه انت بتضيف الكاونتر تراب، وفي الاخر خالص بتسحب ثلاث اوراق. يعني اكيد هيطلع لك ورقه او ورقتين خلفيتين. ده لو اعتبرنا ان انت مش طالع لك حاجه في البدايه يعني. اوكي ممكن تلعب باند تراب مع المجموعه برضو عادي. ممكن كايجو، او لا صعب لافا جولوم. ممكن لافا جولوم، ممكن تلعب لافا جولوم هتفيدك لو بدات تاني. اوكي طبعا عملت نيجيت للفيلد. كنت بفكر احط كوزماك سايكلون مقلوبه، بس قلت يعني فضلت اعمل كده. نيجيت لوحشه. طبعا هو حمام التدمير بسبب الورقه اللي عنده في المقبره. اوكي فعلت الهيراتيك، نيجيت بالكاونتر تراب بحيث وحشه يتدمر على طول هو انسحب. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه غاليه جدا. شفت المجموعه مع الحورس وعنده كميه اوراق ستيبلز غاليه. هو تقريبا كان بيلعب مع الاوركست، ولكن هو مش هيعمل فول كومبو. بس كان هتشوفوا دلوقتي هو عنده ايه. اوكي جاب ماسكرينا وهيجيب وحشين حورس وحط ورقه خلفيه وانها دول. هنا انا في ميس بلاي عملته او حاجه نسيتها اساسا. مش هقول لك اللي انا لو كنت لعبتها صح كنت كسبت، لان هو في ايده نيبيرو. اوكي عملت نيجيت لماسكرينا، كده كده ناوي اعمل له نيجيت. هنا نسيت خالص الورقه دي. انا المفروض كنت احول وحش فيسب وادمر الورقه الخلفيه اللي هي هتطلع انفينيتي. نسيت خالص بصراحه. فعلى طول جبت اكسيز، طبعا عمل له نيجيت. هنا ما كنتش هخسر النيجيت، يعني كنت هعمل سيرش. ولكن هو في النهايه لما افتكرت بقى قلت ايه اللي انا عملته ده. هو عموما في النهايه هيطلع في ايده نيبيرو. اوكي رجع ورقتين من المقبره وبعت وحش المقبره، مش مشكله. فكرت اعمل كذا حاجه بصراحه. هنا ضفت الوحش ده، مفيد جدا بقى في اوقات زي دي. كنت اقدر اجيب الوحش اللي بيعمل او تي كي واكسب، بس هو فاجئني بنيبيرو. اوكي رجعت الوحش تاني لايدي، حطيت ورقه خلفيه ونهيت دوري. هو عشان بيلعب باوراق ستيبل كتير فتقريبا ما قدرش ينهي المبارزه. عشان كده يعني مش عارف عنده كان ايه، بس هو كان هيحط ورقتين خلفيتين انفينيتي اللي رجعها، والورقه الثانيه كانت تقريبا دروبلت.
اوكي، بس عادي ما عنديش مشكله لاني عامل حسابي خلاص الهاند كويس. انا عارف اللي هو عنده انفينيتي، نجيت، ما عنديش اي مشكله، استدعيت الوحش من ايدي ولسه عندي استدعاء كمان، ولسه عندي اقدر بهجمه واحده انهي المبارزه، او مش بهجمه واحده. هو انا رجعت الجالاكسي ايس فوتون دراجون بحيث لما اجي هاجم بوحش الاو تي كي اقدر اجيبه. اوكي، بس هو كان عنده دروبلت يعني. بص عمل فعل دروبلت، ما عنديش مشكله، قدره وحش هتفعل من المقبره عادي وهجيب الجالاكسي. خلاص، بنش للوحشين وبوحش الاخير نهايه المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه البنك اللي أنا بشوفها من اقوى المجموعات الموجوده دلوقتي. معايا فعل المهاره فانا مش محتاج حاجه تاني حرفيا. انا في طالع لي الوحش ده في ايدي، انا كنت بلعب بشكل صغير وكنت ضايف الوحش ده ساعات بيفيدني بس تدعيم المقبره. فانت ممكن تظبط المجموعه زي ما انت حابب، بس الشكل اللي انا هسيبه لك في الوصف انا شايفه هو افضل شكل. ممكن بقى تعمل شويه تعديلات بالنسبه للستيبل او الهاند تراب براحتك عادي. يعني زي ما قلت لك المجموعه فيها سحب كتير، وانت يعني في الغالب هيكون عندك اوراق خلفيه كتير في ايدك مش عارف هتحط ايه ولا ايه. فالهاند تراب بقى هنا هيفيدك كده كده، بيتفعل من ايه، من الايد عندك، مش محتاج تحطه في الملعب ياخد مكان في الملعب يعني. اوكي جبت اللورد، بعد كده هجيب التايتانيك. عندي بص 1 2 3 4 5 اوراق خلفيه، مش عارف احط في الملعب ايه ولا ايه يعني. اوكي، قلت انوع اعمل له تشكيله. بوك اوف مون دروبلت والكاونتر تراب، سبت في ايدي دروبلت وكوزماك سايكلون. اوكي نيجيت عنده دروبلت، كوكب الارض كله عنده دروبلت عادي. طبعا نيجيت لكل حاجه بقى بالكاونتر تراب هيبدا يلعب. استنى لسه عندي نيجيت باللورد ولسه عندي دروبلت اصلا، هو يعني هو انسحب عموما. طيب المبارزه دي بلعب ضد الريد ايز. بدات اول فول كومبو طبعا، طالما زي ما قلت لك معاك تفعل المهاره تقدر تعمل فول كومبو بالمهاره بس. اللي هو هي الدراجونز زمان كانت كده، كنت بتقدر تعمل فول بورد قوي جدا او بورد قوي جدا بالمهاره. نفس الموضوع دلوقتي، هي رجعت زي ما كانت، انت بتقدر تعمل فول بورد بالمهاره بس. تقريبا هي نفس بدايه الجالاكسي. الفرق بس وحش اللينك، هنا بتجيب لينك الجالاكسي، هناك بتجيب لينك الجالاكسي، وهنا بتجيب الهيراتيك. وانا بشوف الهيراتيك افضل بصراحه. بس في مجموعه الجالاكسي انت في معظم الاوقات بتضطر تجيب اكسيد الجالاكسي. اوكي، ممكن المهاره تتضرب تاني مش عارف، بس ما اعتقدش. قلت اعمل سيرش كده غلاسه عشان اقلل اوراق المجموعه بحيث لما اجي اسحب سحب كويس جدا. بوك اوف مون عندي، كاونتر تراب عندي، ورقه حمايه طبعا، ده غير اللي في الملعب بقى هيراتيك، نجيت لاي سبيل، نجيت لاي وحش. بوك اوف مون قبل ما يعمل لينك، بمجرد ما هيعمل لينك هيعمل سيرش. قلت اعمل فيس داون لوحش واخلص. سايب له 2 نجيت يعني اللي انت مش هتعرف تجيب الفيوجن. طبعا جاب وحش الريتشوال الاول، لورد اوف ذا ريد. بعد كده هيفعل الفيوجن، هعمل نيجيت، هيفعل قدرة وحشه، هلعب الكاونتر تراب بحيث اخلص من الوحش مع ورقة الفيوجن يعني. اللي هو 2 في 1، حط ورقة خلفية وانها دوره. خلاص يعني هو الورقة حتى طلعت وهمية أول ما دمرتها وانسحب. طيب المبارزة دي ضد البراندد، بس البراندد بمهارة مختلفة. في كذا حد قال لي أجرب المهارة دي يعني. هي قوية بصراحة وليها بدايات قوية جدا. البدايه اللي خصمي ابتداها هي مش افضل حاجه. هو كان عنده وحش بانش في الملعب وكان عنده نجيت في ايده، مش فاكر كان عنده ورقه خلفيه ولا لا، خلينا نشوف. كان عنده تقريبا في الملعب كمان جاب البيز. هيجيب البيز باستخدام الوحش ده، او هو مش هيلحق يجيبه لان عندي دروبلت. فاعتبر الى حد ما بدايه كويسه يعني. استخدمت على طول دروبلت، نجيت للوحشين خلاص بقى ملهمش اي لازمه. طبعا عنده نجيت في ايده لسه، او بمجرد ما هجيب وحش الاو تي كي اقدر انهي المبارزه. اوكي هعمل اكسيد 4، هلعب بقى كومبو عادي جدا. هو عمل نجيت مش مشكله.
هاسحب سحبي هيبقى حلو، بس خلّينا نفترض إن سحبي وِحِش أو أنا ما سحبتش، كنت أقدر برضه يعني أفوز بالمبارزة عن طريق الوحش level 4 اللي في إيدي، هاجيبه في الملعب، بعد كده أجيب 8 وأغيّر ليفلات وحوشي، وأجيب الوحش اللي بيعمل OTK وأنهي المبارزة. أوكي، بس السحب بقى كان كويس، يعني خلّاني أعمل full combo، بس بدل ما هاجيب طبعًا قُلت أجيب وحش الOTK أفضل، وعندي جالاكسي تاكيون بحيث أفعّل قدرات أوراقي من إيدي لو حصل أي حاجة. هجمة واحدة نهاية المبارزة عمومًا. طيب المبارزة دي بالعب ضد مجموعة الترابتريكس. بدأت أول برضه كنت بالعب زي ما قُلت لكم هو أغلب المبارزات عشان أنا لاعبها من فترة، مش من فترة، هو قبل العيد يعني. لاعب منها كذا مبارزة بالشكل ده، اللي هو الشكل يعتبر إلى حدٍ ما صغير، بس زي ما قُلت لك الشكل اللي موجود أو آخر شكل وريته لك هو أفضل شكل. تقدر طبعًا تعمل كومبو باستخدام وحش level 4 اللي بتسرِّش بيه على وحش normal لو أنت مش في إيدك تفعّل المهارة على طول. لو في وقت هاجيب لك مبارزة أو 2 حصل فيها كده يعني. أوكي، جِبت اللورد، بعد كده فعّلت قدرة وحشي، 3 أوراق خلفية، طبعًا ما فيش مكان أحُط ورقة الحماية، فسِبتها في إيدي، فضّلت أحُط الcounter trap book of moon droplet. عمل سيرش، كنت بافكّر أعمل له negate بصراحة، بس قُلت أصبر شوية، يعني الفيلد لو لعبه أقدر أنجّته باستخدام الوحش ده، إلا لو في إيده واحد تاني، لإن في ناس كنت باعمل فيهم الحركة دي بيطلع في إيده 2 فيلد أساسًا. أوكي، نجيت وأخدت الفيلد ماتيريال طبعًا، فعل الجزء التاني من المهارة، هاعمل نجيت باللورد، نجيت مع تدمير، هيستدعي وحش من إيده. مجموعة قوية على فكرة هي مش بتعتمد على الأوراق الخلفية بس عشان تبقى فاهم، لإن في ناس معتقدة إن المجموعة دي ضعيفة لمّا بتبدأ تاني لإنها بتعتمد على الأوراق الخلفية. لا، لأ، مجموعة مش ضعيفة لمّا بتبدأ تاني، لإنها مش اعتمادها الكلي على الأوراق الخلفية. معاها مهارة قوية ومعاها فيلد قوي، أنت بتقدر تعمل 3 normal summon في دور واحد أساسًا لو بادئ تاني، أنت فاهم حاجة؟ أوكي، هادمّر الورقة الخلفية، هيستدعي الوحش ده من إيده، هو يعتبر وحش حماية من التدمير، فعملت له negate عشان أخلص يعني. أوكي، طبعًا استخدمت Book of Moon على نفسي عشان أفضّي مكان في الملعب وعشان الوحش ده نقاط هجومه تبقى أعلى يعني، بعد كده نهاية المبارزة. طيب المبارزة دي بالعب ضد مجموعة الblue eyes، عايز أعمل مقطع عن المجموعة دي، بس باستخدام التاكيون، يعني blue eyes مع وحوش التاكيون، التاكيون والجالاكسي. هو أنا عايز بصراحة يعني كنت عايز أأجل المقطع لحد ما أجيب أوراق الحورس، بس عادي ممكن أعمل مقطعين، مقطع من غير استخدام الحورس، ومقطع باستخدام الحورس. لأن على فكرة أوراق الحورس أنت مش ضامن تسحبها، فأنت حتى لو مش ساحبها هتقدر تعمل كومبو قوي لو دامج المجموعة مع التاكيون. أوكي، مشكلة بقى المجموعة دي بصراحة إني أوقات كتير باحتار إيه الأوراق الخلفية اللي أستخدمها، يعني بيبقى في إيدي أوراق خلفية كتير، فأستخدم إيه أو إيه مش فاهم، يعني هاستخدم إيه والّا إيه؟ هنا في إيدي 3 ولسه ما سحبتش أوراق يعني. طبعًا الحركة دي عملتها عشان كنت بادئ الكومبو باستخدام وحش level 4، فجِبت الجالاكسي وباستخدام الجالاكسي عملت link لهيراتيك. أوكي، عندي دروبلت، عندي ورقة الحماية، عندي counter trap، أنا ما كنتش محتار، هم اللي في إيدي أساسًا. ممكن أعمل negate لميلودي، بس قُلت أصبر شوية، من النوع اللي أنا الصراحة في أوقات كتير بتلاقيني باصبر كتير، مع إن الblue eyes يعني ما عندهاش أوراق fill كتير. هو هنا كان عنده ultimate fusion في إيده، فكان حظي كويس إني صبرت. هنا خصمي بصراحة غريب جدًا، يعني بصراحة اللي عمله ده مضحك، اللي هو قعد يفعّل في الchain حاجات كتير، طب ما أنت عارف اللي عندي الcounter trap، counter trap هيبلّعك كل الchain اللي قبليه. فكانت غريبة منه. عمومًا هاجم، فحوّلت الهجوم للتايتانيك فانسحب على طول.